بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم مع حضراتكم في فيديو اليوم عن موضوع مهم جدا. الأشخاص اللي ليها مواقف مع الجيش القوات المسلحة المصرية. طبعا تم مناقشة القانون الجديد. أي شخص، طبعا كل شخص، الناس اللي ليها مواقف مع القوات المسلحة المصرية، كل شخص ليه موقف مختلف عن الآخر. طبعا القانون الجديد هيطبق في غرامة. الغرامة قد تصل الغرامة هتكون كبيرة جدا، ربما تصل إلى 100,000 جنيه، وهتوقع عقوبة على الشخص. فالأشخاص اللي ليها مواقف، سواء كان كل شخص بيختلف موقفه عن الآخر. في شخص هتلاقيه قدم ورقه وقبل ما يسمع السلاح خلاص مشي. في شخص ما قدمش أصلا. طبعا تختلف الأعمار، في ناس دلوقتي عندها 35، في حد عنده 31. فده كل شخص ليه سنه وليه موقفه مع الجيش. طبعا من قريب جدا كان في شخص تبع المكتب كان ليه موقف مع الجيش، ان هو كان الوالد والوالده منفصلين، وتم عمل ان هو خد اعفاء مؤقت. وبعد ما اخذ الاعفاء المؤقت سافر خارج مصر، ولما رجع حدث ان وجد الوالد والوالده رجعوا لبعض. كان المفروض ان هو يتوجه للقوات المسلحه، طبعا ما توجهش للقوات المسلحه عن طريق ان هو يجهل بالقانون، ما كانش اخد باله ان هو عند رجوع الوالد والوالده ان هو يتم الرجوع او تسويه وضعه او الرجوع للقوات المسلحه. ما رجعش او ما سواش الوضع الى ان عدت 30 سنه. وكان في الموقف ده ليه اخ او بيدرس ان هو لسه قاصر. طبعا اخذ الاعفاء النهائي او شهاده الاعفاء النهائي، وده كان موكل تبع المكتب. اخذ الاعفاء النهائي او شهاده الاعفاء النهائيه يوم الخميس اللي فات بدون دفع اي غرامات وبدون اي محاكمات. وهذا الشخص عنده 31 سنه. فاللي ليه موقف مع الجيش او مع القوات المسلحه المصريه يرجع لمنطقه التجنيد اللي هو تابع ليها. وكل شخص موقفه يختلف عن الاخر. زي ما انا قلت، في واحد قدم ورقه ومشي، في واحد ما تقدمش بالاوراق وسنه عدى. فده كله يفضل في اسرع وقت ان حضرتك ترجع لمنطقه التجنيد اللي حضرتك تابع ليها وتسوي موقفك مع الجيش قبل تطبيق القانون الجديد. وتحياتي لحضراتكم جميعا.